السلام عليكم، عاملين ايه؟ من كام يوم نزل فيلم ناس كتير قوي كانت مستنياه، وهو فيلم فرانكنشتاين اللي مقتبس احداثه من روايه بنفس الاسم. روايه كتبتها بنت اسمها ماري شيلي في القرن ال19، روايه الرعب اللي نجحت نجاح عظيم وعرفت انها تكون من اشهر روايات الرعب ان لم تكن هي الاشهر. وبنشوف ان في افلام كتير قوي اتعملت على اساس الروايه دي، من اول الفيلم اللي نزل سنه 1931 الى الفيلم اللي نزل من كام اسبوع في سنه 2025. والناس في الغالب بيبقى عندها سؤال: ازاي حد يقدر يعيد بناء قصه اتعملت في القرن ال19؟ ويمكن الحل كان في ايد المخرج ديل تورو، اللي ما حاولش يصور الروايه في الفيلم على انها رعب وبس، لا ده كمان حاول يفتح باب جديد للعالم اللي خلقته ماري شيلي، عالم سينمائي وعميق واكتر انسانيه. وده اللي بيخلي الفيلم مليان مشاعر اكتر من الروايه، وده اللي هنعرفه كمان شويه. وطبعا الفيلم بيطرح اسئله كتير، زي ايه اللي يحصل لو البني ادم حاول انه يلعب دور الخالق ويتحدى الموت، وايه مصير المخلوق لما ما يحسش ان في حد شبهه ويحس انه وحش، وان الخالق نفسه اصلا مش بيحبه. وطبعا مع كل لحظه في الفيلم بنشوف اسئله اكتر واكتر عن الانسانيه وعن مين فيهم الوحش الحقيقي. ففي فيديو النهارده هنتكلم ونراجع فيلم فرانكنشتاين من زوايا كتير قوي. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك الفيديو وسبسكرايب للقناه، ويلا بينا نبدا. خلونا في البداية نقول قصة الفيلم بشكل مختصر، ونتكلم على أبطال الفيلم وأدوارهم وإزاي مثلوا شخصياتهم. الفيلم بيبدأ بسفينة في القطب الشمالي بتقابل راجل متجمد وعلى وشك الموت، والراجل ده بيطلع فيكتور فرانكنشتاين. الراجل بيحكي إن في مخلوق بيدور عليه وعايز ينهي كل حاجة ما بينهم. ومن هنا الفيلم بيرجعنا لورا شوية وبيحكي لنا ازاي وصلوا للحظة دي. فيكتور كان شاب عبقري لكنه مكسور، خصوصا بعد موت أمه. إحساسه الدائم إنه أقل من توقعات أبوه، وهوسه بإنه يغلب الموت بيخليه يروح لفكرة مجنونة، وهو إنه يخلق الحياة بنفسه. وبالفعل بيجمع أجزاء من جثث وبيخلق المخلوق، كائن ضخم ومشوه لكن بيبان إن فيه إنسانية جوه المخلوق ده. لكن للأسف فيكتور بيقرر إنه يهمل المخلوق ده ويسيب الكائن اللي خلقه لوحده في الدنيا. المخلوق بيفضل يتعلم ويتطور ويكتشف قد إيه العالم قاسي، وقد إيه رفض فيكتور ليه كسر كل حاجة جواه. ومن هنا بيبدأ صراع كبير بينهم، صراع بين الخالق اللي هرب من مسؤوليته والمخلوق اللي عايز إجابة على أسئلة زي ليه جبتني الحياة وليه سبتني. القصة كلها بتحكي عن الوحدة والذنب والندم، مش مجرد وحش بيجري ورا اللي خلقه، لا دي قصة إنسانين مكسورين كل واحد فيهم شايف التاني جزء من غلطته. بنيجي بقى دلوقتي للممثلين واللي شايف انهم انسب كاست الفيلم زي ده، ونبدا ببطل الفيلم اوسكار اسحاق في دور فيكتور فرانكنشتاين. فيكتور هو العقل اللي ورا كل الكارثه دي، وفيكتور هنا مش مجرد عالم مجنون زي النسخه القديمه، هو شخص شايف نفسه دايما اقل من توقعات الناس، وعنده هوس غريب انه يثبت انه يقدر يعمل المستحيل، حتى لو ده معناه انه يخلق حياه مش من حقه انه يخلقها. اداء اوسكار اسحاق كان عبقري، بيدي للشخصيه تناقض بين العبقريه والندم، وبين الانسان اللي قدر يفهم كل حاجه لكنه معرفش يفهم نفسه. تاني ممثل هو جيكوب إيلاردي في دور المخلوق، ويمكن المخلوق ده هو اساس الفيلم كله. المخلوق هنا مش وحش، بالعكس ده هو اكتر شخصيه انسانيه في القصه، رغم انه حتى مش انسان الا ان مشاعره اكتر من الانسان نفسه. اتخلق من غير ما يطلب واترمى في عالم مش عايزه، وكل اللي كان بيدور عليه هو معنى لحياته دي، او اي احساس يثبت له ان ليه مكان في العالم ده. جاكوب إيلاردي عمل الدور بطريقه هاديه بس موجوعه، شكله وصوته وحركته كلهم قدروا يورونا شخصيه مكسوره، وده اللي بيخلي الجمهور يتعاطف معاه اكتر من فيكتور نفسه. ثالث ممثله هي ميا جوز في دور اليزابيث. اليزابيث هي اللمسه الانسانيه في حياه فيكتور، ويمكن مش في حياه فيكتور بس، بل في حياه المخلوق اللي صنعه فيكتور، الانسانه اللي كانت ممكن تغير مصير فيكتور لو كان اختار الحياه الطبيعيه بدل الهوس والجنون. ميا جوز بتلعب الدور بروح هاديه وغامضه شويه، وغموضها ده خلاها دايما حاسه ان في حاجه غلط. وجودها في الفيلم بيكشف جزء كبير من الجانب الانساني اللي فيكتور خسره بايده. ونيجي للممثلين المساعدين ونبدا بكريستوفر والتز. شخصيته ليها حضور قوي وبيظهر في لحظات مهمه، وتحسه زود من حماسه الفيلم لما قرر انه يشارك فيكتور افكاره. ده غير طبعا تمثيل كريستوفر العبقري في اي عمل هو بيشارك فيه. الممثل التاني هو فيليكس كامر، واللي عامل دور ويليام اخو فيكتور، واللي دوره بيخدم خط تطور المخلوق. بتحس ان ويليام عمال يتهان طول الفيلم ويتحمل اخطاء ناس تانية، وهتحس كده ان العالم رافضه مش عايزه. نيجي بقى لديفيد برادلي وتشارلز دانس. لو انت شفت جيم اوف ثرونز يعني فالاشكال دي مش غريبه عليك، ادوار صغيره لكن بتدي العالم نكهه كلاسيكيه، لان تشارلز دانس عمل دور ابو فيكتور القاسي وهو اتقن الدور ده. الممثل التاني هو ديفيد برادلي، اللي قدم دور عظيم جدا. هو الشخص اللي ساعد المخلوق انه يفهم الحياه ويحسسه لاول مره انه بني ادم وليه صاحب كمان. من الاخر اختيار كل شخص في الكاست ده كان قرار عبقري، كاست بيرفكت، القصه هي لايقه عليهم فعلا. قبل ما نتكلم عن الفيلم لازم نفهم ان قصة فرانكنشتاين ما طلعتش من فراغ. ماري شيلي كتبت الرواية دي وهي عندها 18 سنة بس، وكانت حياتها كلها عبارة عن خسارة. أمها ماتت وهي بتولدها، فماري اتولدت وهي شايلة ذنب أبدي، وده اللي خلى علاقتها بفكرة إنها تخلق شيء وتسيبه، أو فكرة الحياة والموت، دايما حواليها. فلما كتبت عن عالم بيخلق كائن وبعدين يهرب منه ويسيبه، هي ما كانتش بتكتب عن وحش، هي كانت بتكتب عن طفل اتولد من غير أم واتساب لوحده. كانت بتكتب عن الخوف من إنك تجيب حياة للدنيا وبعدين ما تعرفش تحبها أو تحميها. وبنشوف ده في شخصية المخلوق اللي عمله فيكتور.
اكتر. ماري كتبت الشخصيه دي تعبيرا عن احاسيسها في الوقت ده. بتشوف المخلوق دايما مش عارف هو جه ليه ولا حتى عارف يعمل ايه، وفكره انك تخلق شخص وما تحبوش دي مأساة، وانك مش بس ما تحبوش لا انت تسيبه كمان دي مأساة اكبر. وكل ده خلق شخصيه بروح ضايعه مش عارفه تتعامل مع العالم، وده اللي بيخلي الربط بين ماري والمخلوق اللي كتبت عنه ربط طبيعي جدا، لان الاتنين الضياع والالم بيوحدهم. وفي الحقيقه فيكتور نفسه كان صوره منها، او بالاصح صوره من الخوف اللي هي كانت عايشاه. ماري اتولدت زي ما قلنا على موت امها، وعاشت طول عمرها شايله احساس بالذنب، والاحساس ده اتطور جواها لفكره اكبر، فكره الخوف من انها تجيب حال الدنيا. ولما كبرت فقدت اول طفل ليها بعد ايام الولاده. الحادث ده دمرها وخلى موضوع الخلق والولاده يبقى مش فكره ادبيه، ده كان جرح حقيقي في حياتها. وبسبب ده فيكتور فرانكنشتاين طلع وكانه صوره من عقلها. بنشوف برضه مخاوف ماري في فيكتور. فيكتور هو الانسان اللي عايز يخلق لكنه مش مستعد للمسؤوليه دي، وده نفس الصراع اللي عاشته ماري، احساس ان الخلق حاجه ضخمه وخطره وممكن تتحول لمأساة لو الشخص مش قادر يتحملها. بنشوف برضه فيكتور عنده هوس بالعلم والحياه والموت، وده لان ماري كانت محاطه بالموت من وهي صغيره. امها توفت واخواتها ماتوا صغيرين واطفالها مات منهم اكتر من واحد، فالحدود بين الحياه والموت كانت بالنسبه لها سؤال مفتوح. نفس السؤال اللي كان فيكتور بيدور عليه طول الروايه او الفيلم، ليه الناس بتموت. فيكتور من ساعه موت امه وهو بيدور على فكره عبقريه تخليه يخلق الحياه من الموت. هوس الحياه والموت خلاه عبقري قادر يعمل كده فعلا، لكن هل هو قادر يتحمل ده؟ بنشوف فيكتور بيخلق كائن ويرفضه زي ما انسان بيخاف من المسؤوليه، وماري هنا بتعكس خوفها العميق من انها تبقى ام فاشله او انها جابت حياه وما قدرتش تحافظ عليها، وهو نفس الالم اللي عاشته بعد فقدان طفلها. وبنشوف برضو ان فيكتور شخصيه مثقفه لكن متدمره من جوه، وده بيعكس شخصيه ماري بالظبط. موهوبه وعبقريه وعايشه وسط شعراء ومفكرين كبار ومن عيله غنيه، لكن عندها حزن شخصي وكل الحاجات دي مش قادره تخفف حزنها. كده ممكن نقول ان المخلوق هو ممكن يكون طفلها اللي فقدته، وممكن تكون ماري نفسها هي المخلوق اللي فتح عينه على الدنيا لوحده تماما. بنعرف من كل الكلام ده ان نجاح الروايه دي ما جاش صدفه، لان ماري عبرت بصدق عن كل مشاعرها وخلقت عالم وشخصيات تعكس الالم ده، وده اكيد كان سبب في انها تبقى اسطوره بتلهم المخرجين بقصتها وتبقى ماده عظيمه للسينما تعمل لنا منها افلام حلوه زي الفيلم اللي بنتكلم عنه الفيديو ده. فيلم فرانكنشتاين بيرجع ويحطنا قدام واحد من اعقد الشخصيات اللي اتكتبت في تاريخ الادب، هو فيكتور فرانكنشتاين. لكن المره دي مش بنشوفه كعالم عبقري وخلاص، لا بنشوفه كانسان مكسور بيجري من ذكرياته واوجاعه وبيحاول يثبت لنفسه انه اقوى من الموت نفسه. ومن اول لحظه بيظهر فيها تحس ان فيكتور مش شخص مهتم بالعلم على قد ما هو بيصارع خوف قديم جواه، خوفه من ان العالم ياخد منه حد تاني زي ما اخد امه قبل كده. وده بيخلي هوسه بانه يخلق روح مش مجرد تجربه لكن محاوله للهروب من جرح عمره ما يعرف يتعامل معاه. وده بيرجعنا زي ما قلنا لماري شيلي نفسها. الكاتبه فقدت امها بعد ولادتها على طول وفضلت طول حياتها شايله معنى الموت اللي بيجي بدري، فكتبت روايه عن راجل بيحارب الموت وبيحاول يصنع حياه بنفسه ويفتح باب كان المفروض يفضل مقفول. وهيبان ان فيكتور شخص بيهرب بس من غير ما يعرف هو بيهرب من ايه بالظبط من بدري جدا. والفيلم بيبني شخصيته على ان العلم بالنسبه له مش شغف، لا دي وسيله قادر يثبت فيها لنفسه انه يقدر يتحكم في الحياه والموت، كانه عاوز يكون في دور الاله. وده بيبان في طريقته في كلامه وفي تعامله البارد مع اللي حواليه. تحس من كلامه ان كل حاجه محسوبه بس كل كلامه ده نابع من خوف. لما فيكتور اخيرا بيقوم باحياء المخلوق المفروض دي تكون احسن لحظات حياته، لكن لا فيكتور بيحس انه وصل اللي هو عايزه. عارف انت وانت صغير لما تجيب لعبه كنت هتموت وتجيبها بس تلاقي نفسك ما حسيتش باي ميزه من ناحيتها، حسيت ان شغفك راح مع انك كنت بتتمنى اللعبه دي. هو ده نفس الاحساس اللي حسه فيكتور بالظبط، حس ان هو حقق حلمه خلاص بس مش عارف يعمل ايه بعد كده. ده اللي بيحلل هوس فيكتور بانه يخلق. هو بيعمل التجربه دي عشان تنجح، بس هل هو فعلا قادر يتحمل نجاحها؟ حسب كل حاجه صح الا انه نسي يحسب ازاي يتعامل مع اللي خلقه ده. من اللحظه دي المخلوق ده ما بقاش مجرد تجربه علميه، بقى تمثيل حي لذنب فيكتور، بقى زي مرايه ليه من الذنب ده اكنه صوت ما كانش عايز يسمعه. والفيلم بيلعب على النقطه دي حلوه جدا، عشان كده كل ما المخلوق يظهر تحس ان فيكتور في صراع جواه، هل هو بيحبه فعلا ولا عايز يخلص منه. بعد هروب المخلوق فيكتور بيدخل في مرحله نفسيه جديده، مرحله فيها انكار تام للذنب اللي هو عمله، وبيرمي اللوم على الظروف وعلى المجتمع وعلى اي حاجه الا نفسه، وبيفضل يبرر اللي عمله كانه مش شايف الحقيقه الواضحه قدام عينه. وهنا الفيلم بيسال سؤال مهم، مين الوحش الحقيقي فيهم، اللي اتخلق ولا اللي خلق؟ فيكتور طول الفيلم شايف نفسه عبقري بس الحقيقه انه مجرد انسان خايف. هو اكيد عبقري فكريا رغم ان عبقريته دي عايشته بعد كده في صراع ابدي خليته خايف يعمل مواجهه صريحه مع اخطائه. لما الاحداث بتعدي وبتضغط عليه في اخر الفيلم فيكتور بيلاقي نفسه واقف وش لوش قدام الشيء اللي هرب منه، مش المخلوق اكتر ما هو نفسه. ويمكن اللحظه دي بتفك شفره الشخصيه دي، هو مش شرير ولا ملاك، هو انسان اتكسر ومش عارف يتعامل مع كسوره فحاول يعالجه بالطريقه الغلط لغايه ما خلق لنفسه وحش بيمشي وراه في كل حته. فيكتور بيمثل الانسان اللي بيصنع مشكلته بايده وبعدين يقضي عمره كله بيهرب منها، بيمثل الغرور العلمي لما يتجاوز حدوده، ويمثلنا احنا برضه لما حد فينا ياخد قرار غلط بدافع الم وبعدين يكتشف ان القرار ده غلط ويرجع يطارده. الفيلم نجح في انه يقدم شخصيه فيكتور فرانكنشتاين بشكل انساني جدا، شخص زي ما قلنا مش ملاك ولا شرير، واحد كان عايز يصلح العالم لكن هو اصلا مش عارف يصلح نفسه. وده اللي بيخلي شخصيته لحد النهارده من اقوى الشخصيات اللي اتعملت في تاريخ الادب، ان احيانا الوحش الحقيقي مش اللي احنا بنخلقه، الوحش بيكون جوه اللي خلق نفسه. وده بيلفت انتباهنا لجمله الفيلم Only monsters play God، فقط الوحوش تلعب دور الالهه. لو افترضنا ان فيكتور كان هو الوحش
اللي عايز يبقى اله، فكان كل ده من الطبيعي انه يحصل له. فيكتور كان عبقري لكنه كان ساذج في نفس الوقت، معرفش يقدر ان في حدود لعبقريته دي، ولو اتخطى الحدود دي هتفضل تطارده طول حياته. ويمكن اللي فهمه فيكتور متاخر هو ان الوحش الحقيقي اللي افتكر نفسه ممكن يبقى اله، وده حتى وضح لما قال في الفيلم في سبيل الخلق الحياه صنعت ما يتسبب في الموت. In seeking life, I created death. تعالوا دلوقتي نتكلم عن شخصية المخلوق. المخلوق هو أكتر شخصية بتفضل شاغلة بالك طول الفيلم، لأنه مش مجرد نتيجة تجربة علمية، لكنه كائن بيحاول يفهم نفسه ويفهم العالم اللي حواليه من غير أي دليل يرشده أو أي حد يقول له يعمل إيه وما يعملش إيه. من أول لحظة بيهرب فيها من معمل فيكتور بتحس إنك قدام حد اتولد فجأة وسط الدنيا من غير لا اسم ولا أهل ولا لغة. هتحس إنه طفل لسه مولود بس حجمه كبير شوية، وده بيخليه ماشي بين الخوف والرهبة في إنه يلاقي أي حاجة تحسسه بالأمان. حياته من أول فيلم كلها قلق دايما، كل صوت أو أي حاجة جديدة ممكن تخضه، وكل نظر منه للناس بتفكره إنه مش زيهم. رغم شكله المخيف تصرفاته كلها تبان دايما انها طالعه من شخص بريء جدا. لما بيقابل اليزابيث بتحصل اول لحظه راحه حقيقيه ليه في حياته، علشان هي مش بتتعامل معاه كوحش ولا كتهديد ليها، لكن بتتعامل معاه ككائن جواه روح. وده بيغيره نوعا ما لان نظرتها ليه بتفتح جواه مشاعر جديده، ودي مشاعر ما كانش لقاها مع فيكتور. فيكتور اللي بدا يشوفه ككائن جيب غلطه منه ولازم يتخلص منه، لكن اليزابيث بتخليه يحس ان العالم زي ما فيه رفض في حد ممكن يقبلك. علاقتهم بسيطه ومش طويله لكنها بتكشف جزء مهم جدا في شخصيته، وهو انه بالظبط زي البني ادم قادر انه يحب ويتألم وكمان يحس بالامان. اما علاقته مع الرجل الاعمى فهي اهم نقطه في رحلته كلها. الراجل ده الوحيد اللي اتعامل معاه كانسان من غير ما يشوف شكله، قعد معاه وعلمه وكان صاحب ليه وسمع له كمان، والاول مره المخلوق ده يحس ان في حد مش خايف منه، حد بيقبله كده من غير شروط. اللحظات دي بتديله فرصه انه يعيش حياه طبيعيه حتى لو كانت الحياه دي مدتها دقائق قليله، ويفهم يعني ايه يكون ليك مكان تنتمي ليه. لحظات المخلوق مع الرجل الاعمى هي اصدق واحلى لحظات الفيلم، لحظات دافيه وجميله وانت نفسك هتكون مبسوط بالاحداث دي لانك شايف المخلوق لاول مره بيتعامل كبني ادم طبيعي ومبسوط. وده بيخلينا نشوف حاجه مهمه جدا، ان الرجل الاعمى في الفيلم ده بيمثل لحظه الحياه بتفتح لك الباب من غير ما تطلب، وبتديك شخص ما بيحكمش عليك ويفكرك ان مش كل الدنيا فيها قسوه، وان احيانا الرحمه بتيجي من ناس مش شايفينك بعينهم بس شايفينك بقلوبهم. وكأن القدر اختار ان ده يكون اول درس انساني يتعلمه المخلوق، اول درس بيجي من واحد اتسحبت منه الرؤيه بس لسه شايف بقلبه. والموقف ده مش مجرد لحظه مؤثره، لكن دي لحظه بتقول ان المخلوق كان يستاهل حياه طبيعيه. ومع كل ده المخلوق بيحاول طول الوقت يفهم ليه اتخلق وليه الدنيا قاسيه عليه بالشكل ده. ومع تقدم الاحداث بيبان ان الصراع الحقيقي مش بينه وبين الناس، لكنه بينه وبين فيكتور نفسه، لان فيكتور هو الشخص اللي جابه العالم وسبب له كل الالم اللي هو عايشه ورماه يواجه مصير هو ما كانش جاهز له. وفي الاخر بنشوف ان المخلوق مش وحش، هو كائن اتخلق من غير ما يختار وحاول انه يعيش زي اي حد. ويمكن لو كان في واحد زي الرجل الاعمى موجود من البدايه يمكن القصه كلها كانت هتتكتب بشكل مختلف. خلونا بقى دلوقتي نتكلم على جوانب الفيلم السينمائية، ونتكلم على الجانب الإخراجي اللي شايف إنه عبقري بصراحة، ونجاوب على شوية أسئلة في الفيلم ونحلل الرموز فيه. فيلم فرانكنشتاين جيرمو ديل تورو ما قدمش فيلم رعب بالمفهوم اللي احنا متعودين عليه، لكنه قدم حكاية إنسانية متغلفة بالجمال البصري. ديل تورو هنا بيحكي القصة بطريقة هادية وبياخد وقته في كل لقطة كأنه عايزك تركز في كل جملة بتتقال. من أول مشاهد الفيلم واضح إن ديل تورو بيعتمد على الصورة أكتر من الحوار، الكاميرا بتتحرك ببطء وبتسيب مساحة كبيرة للشخصيات إنها تمثل قدامها، واللقطات الواسعة بتخلي العالم شكله كبير وبارد. وهي دي الطريقه اللي ديلتورو بيقول لك بيها ان الشخصيات صغيره قدام العالم الكبير ده. المساحات الواسعه الفاضيه دي بتقول لك ان الحياه اكبر واسع من انك تسيطر عليها، وده طبعا بيخدم فكره الفيلم على ان الانسان لما يحاول يلعب دور الاله بيكتشف قد ايه هو ضعيف. تاني حاجه بعد كده هي طريقه السرد. طريقة السرد في الفيلم كانت بسيطة جدا، وكأن الفيلم بيحكي لك رواية بس بطريقة هادية، وده اللي خلى الفيلم ما يبقاش ممل في معظم أجزائه. السرد هنا ماشي كأنك بتقلب في صفحات الرواية زي ما قلنا، وكل مشهد بيكمل اللي قبله من غير ما يشتتك كمشاهد. البداية بتتعرف فيها على فيكتور وهو غرقان في شغله وذنبه وماضيه، ومع الوقت السرد بيفتح باب المخلوق ويدخلك جواه وتحس ان القصتين ماشيين جنب بعض لحد ما يتقاطعوا في نقطة معينة. كمان السرد كان سرد خطي، يعني ما فيهوش لخبطة زمنية، هو كأنه حكي بسيط جدا بيخليك تركز على رحلة كل شخصية. طبعا انت مش عاجبك الكلام ده انا عارف، يخليك تركز على فيكتور اللي بيجري ورا حلمه والمخلوق اللي بيدور على معنى وجوده. وطريقة السرد دي بتخلي العالم شكله يبان بسيط لكن من جواه هو عالم صعب. التور حاول يوصلك الفكرة من غير لف، وإن كل خط سرد في الفيلم بيقربك خطوة لخطوة للسؤال الكبير، مين الإنسان ومين الوحش. ديل معروف إن اللون عنده مش مجرد شكل لكنه أداة من أدوات السرد، وده اللي بيدي ايحاء ان الالوان بتحكي لوحدها. يعني مثلا اللون الاحمر اللي بيظهر في مشاهد فيكتور كانه لون الذنب اللي بيطارده والطموح اللي وصل لمرحله الخطوره، وبعد كده اللون الاخضر اللي هو دايما بيكون لون المعمل والاختراع اللي صدر علم كانه تحول من بحث هيؤدي لمعجزه الى مصدر للعزله والكراهيه. اللون الذهبي اللي بيلمع ورا فيكتور في لحظات غروره كانه شايف نفسه فوق البشر، وده بيبان في مشاهد المعمل. وبعد كده الضلمه في معظم اجزاء الفيلم اللي كانت بتغطي المخلوق في اوقات كتير، وده بيعكس انه لسه مش في مكانه الصح ولسه ما اتحررش من قيود الكراهيه اللي فرض عليه فيكتور. الاختيارات دي مش صدفه اكيد، كل لون داخل في المشهد بيشرح حالة نفسية حتى لو الشخصيات نفسها ما قالتش ولا كلمة.
دلوقتي بقى تعالوا نجاوب على شوية أسئلة في الفيلم. أول سؤال هو إيه تأثير شخصية إليزابيث في القصة؟ إليزابيث زي ما قلنا بتمثل الإنسانية اللي فيكتور فقدها، وده بيبان لما كانوا بيتكلموا عن الحرب. إليزابيث بتعبر عن كرهها للحرب، بينما فيكتور بعد كام مشهد رايح ميدان المعركة علشان يجمع جثث. كل زور ليها بيفكرك إن فيكتور كان ممكن يبقى شخص طبيعي، شخص متصالح وعنده حياة واضحة، لكنه اختار طموحه على حسابها. لكن اختياره لطموحه على حسابها هو ده اللي بيدفعه للطريق اللي بيقفل له كل أبواب الرحمة. بالنسبة للمخلوق، إليزابيث بتظهر كرمز الحياة اللي محروم منها، هي الدفء اللي عمره ما لمسه، والصوت اللي بيحسسه ان في العالم ده تعاطف. مشاعر المخلوق تجاهها ما كانش حب رومانسي بمعناه التقليدي، لكنها رغبه في انه عايز يقرب من النقاء ده، عايز يقرب من حاجه شبه النور اللي مش قادر يمسكها. تاثير اليزابيث على القصه هو تاثير النقطه اللي بتكشف الحقيقه، هي بتفضح ضعف فيكتور وبتسيب اثر جوه المخلوق. حتى فيكتور غيرته على اليزابيث في الفيلم مش غيره عاديه، هي غيره جايه من خوف جواه، خوفه من انه يفقد اخر حاجه محسساه انه انسان، هو شايف فيها الامان اللي عمره ما لقيه. ولما بدا يحس انها ممكن تبعد عنه اترعب من الفكره دي، حتى لو ده هيخليه يكره مخلوق علشانها. الفكره ان غيرته دي مش عشان هو عايز يملكها مثلا، لا، لكن علشان وجودها هو الحاجه الوحيده اللي فاضلاله. فيكتور بيغير لانه عارف في اعماقه انه ممكن يخسرها بسهوله، ويمكن هو اصلا ما يستاهلهاش. تاني سؤال هو هل فيكتور بقى نسخة من أبوه؟ طيب فكرة إن فيكتور يبقى شبه أبوه واضحة جدا من غير ما الفيلم يقولها لك بشكل صريح. طول القصة بنشوفه بيهرب من صورة الأب اللي كان شايفه قاسي. فيكتور كان فاكر إنه عكسه تماما، وإن العلم هيحرره من كل اللي كرهه في أبوه. لكن لما بنوصل للحظة اللي بيضرب فيها المخلوق بالعصاية بنكتشف الحقيقة المؤلمة، إن هو اتغير وبقى نفس الشيء اللي كان بيهرب منه. الضربة دي مش مجرد ردة فعل عنيف، دي أول مرة نشوف نسخة جديدة من فيكتور، نسخة بقى فيها إنسان بيستعمل القوة بدل الفهم، ويستخدم القسوة بدل الرحمة زي أبوه بالظبط. المخلوق في اللحظة دي بيمثل الطفل اللي اتولد مختلف، اللي المفروض فيكتور يحتويه بدل ما يعاقبه، لكن ردة فعله بتكشف انه كرر نفس دايرة العنف اللي كان بيعاني منها. فيكتور ما فكرش هنا انه كان في وقت ما مكان المخلوق ده، بس كان على هيئة طفل. المشهد ده بيقول لك ان الهروب من ماضيك مش معناه انك اتخلصت منه، ساعات من كتر ما بتهرب بتلاقي نفسك رجعت لنفس النقطة تاني. تالت سؤال هو ايه معنى احلام فيكتور؟ بنشوف كائن ناري بيظهر في احلام فيكتور، وهو ببساطه صوره للخوف والذنب اللي جواه. ده اكيد مش وحش حقيقي، تخيل عقله بيعمله علشان يواجهه بحاجه هو خايف منها في الواقع. النار حوالين الكائن ده بتمثل ان فيكتور حاسس انه لعب بالنار لما خلق المخلوق، وان افعاله هتحرقه في الاخر. والكائن نفسه شبه تمثال او ملاك غضبان، وده بيعكس احساس فيكتور انه تحدى حاجه اكبر منه، وانه بيتحاكم على اللي عمله ده. الحلم بيقول ان فيكتور من جواه عارف انه غلط، وعارف ان قراراته بتدمر حياته وحياه الناس اللي حواليه كمان. فالكائن الناري ده بيجسد الذنب، وبيظهر له في كل ليله عشان يفكروا ان هو ما هرب الحقيقه هتلحقه وتفضل وراه. بعد كده تعالوا نتكلم على دوافع الشخصيات في الفيلم. في الفيلم فكرة الدوافع واضحة جدا، كل شخصية ماشية بدافع مختلف، وكل واحد شايل سبب بيحركه حتى لو السبب ده كان غلط. والفيلم هنا ما بيحكمش على حد، هو بيفرجك ان كل روح، حتى الروح المكسورة، ليها منطقها الخاص. فيكتور مثلا مش مجرد عالم مهووس، هو انسان بيجري ورا حلم يملى بيه الفراغ اللي جواه. والمخلوق كمان ليه دوافعه، هو مش شرير، هو مخلوق في عالم قاسي من غير اي حد. دوافعه بسيطة جدا، هو عايز يفهم هو مين ويلاقي حد يشوفه كانسان مش كمسخ. سيبك من كل دول، حتى الشخصيات الجانبية ليها اسبابها. اليزابيث بتدور على الطمأنينة والعقل، حتى عم اليزابيث لما قرر انه يشارك فيكتور افكاره كان بيشاركه بسبب دافع جواه، انه عايز يعيش بعد ما يموت، بسبب انه مريض بمرض. وعندك مثلا الرجل الاعمى اللي بنعرف ان ماضيه كان قاسي، وانه كان شخص مش كويس. دلوقتي هو بيدور على لحظه من الخلاص من ماضيه، او لحظات من الدفء والسعاده، وانه يبقى شخص ايجابي. والاب نفسه كان مدفوع بخوفه من اسم العيله بعد موته. يعني من الاخر كل حد في الفيلم او في الحياه عامه اصلا وراه دوافع. حتى الديابه اللي هجمت عليهم في البيت اكيد كان ليها دوافعها. الدوافع مش بتبرر ان الفعل ده غلط، لكنها بشكل او باخر بتخليك تفهم ليه ده عمل كده. الفيلم بيقول بطريقه ما ان الحياه مش خط مستقيم. رمزيه الحياه في فكره الدوافع في الفيلم بسيطه جدا وواقعيه، ان محدش بيصحى الصبح بيقرر انه يبقى وحش او بيقرر انه يبقى ملاك. الناس بتتصرف من دوافع اتكونت من خوف او تجربه قديمه او نقص جواهم او حاجه نفسيه صعب ان حد تاني يفهمها. نهاية فرانكنشتاين بتقدم واحدة من أعمق لحظات الفيلم، مش لأنها صادمة لكن لأنها بتكشف جوهر الحكاية كلها، إن مفيش حد خرج من الصراع ده منتصر. فيكتور بقى منهار والمخلوق بقى تايه. اللحظة اللي كابتن السفينة بيقرر يسمع فيها الاتنين هي اللحظة اللي القصة بتخرج فيها من حدود الوحش الحقيقي وتدخل في سؤال أكبر، وهو إحنا كبشر بنختار نصدق مين؟ في نظرية قريتها وهي نظرية جميلة جدا بصراحة. النظرية بتقول إن الكابتن هنا بيمثل الإنسان العادي. الكابتن ده مش عالم ولا مخلوق ولا حتى فيلسوف، ده مجرد شخص واقف في النص بيسمع من فيكتور حكايته، بيسمع من المخلوق حكايته، ومش قادر يحكم. والنظريه بتقول ان الكابتن هو رمز العقل البشري، وهو شايف كل طرف بيقول انا اللي اتظلمت، وكل واحد فيهم ليه دوافعه زي ما قلنا. وده بالظبط حال الانسان في الحياه، احنا دايما بنقف بين روايتين وبنحاول نفهم قبل ما ندين حد معين. اما السفينه فهي الانسانيه نفسها، سفينه كبيره واقفه وسط الجليد مش قادره تتحرك خطوه لقدام. الانسانيه اللي واقفه بين الاتنين، الانسانيه اللي واقفه بين طموح حلم ضخم زي طموح فيكتور وبين خوف حقيقي من فقدان الرحمه زي ما حصل مع المخلوق. النهايه نفسها مؤلمه وهاديه. فيكتور بيموت بعد ما المخلوق بيسامحه، وهو اول مره
مرة فعلا يواجه الحقيقة، حقيقة انه خلق حياة وسابها تموت لوحدها. ولحظة الوداع مؤثرة جدا، فيكتور بيودع الشخص الوحيد اللي بينهم وبين بعض رابط حتى لو كان مشوه. والمخلوق مش بيفرح ولا بيحس براحة ولا بيحس انه انتصر مثلا، لانه بيخسر اب حتى لو الاب ده رفضه عمره كله. في اللحظة الأخيرة السفينة اللي ممكن نشوفها كرمز للإنسانية كانت واقفة وثابتة في الجليد. كل العمال بيحاولوا ان هم يمشوا السفينة دي لكن كلهم بيفشلوا. لكن الأغرب ان اللي فعلا دفع السفينة انها تتحرك مش واحد من البشر، ده المخلوق نفسه. بالرغم انه مش بشر الا انه كان عنده رحمة كافية، رحمة يمكن البني آدم نفسه فقدها، وكان قادر ياخد قرار يزق العالم خطوة لقدام بدل ما يفضل واقف. وبنشوف في آخر مشهد المخلوق واقف وسط التلج. وقفة المخلوق في اللحظة دي مش وقفة انتصار ولا وقفة هزيمة، هي وقفة حد قلبه اتكسر لكنه لسه واقف. وده اللي بيكمل معنى الجملة في نهاية الفيلم: وهكذا سينكسر القلب لكنه سيعيش منكسر. رغم انه كائن اتكون من قسوة البشر لكنه احتفظ بجزء من انسانيته. والتلج اللي حواليه هو رمز للوحدة لكن وجوده في حد ذاته هو رمز للصمود. وفي اللحظة دي بنفهم ان المخلوق هو اكتر شخصية بشرية في القصة كلها. وفي النهاية فيلم فرانكنشتاين كان رحلة جميلة جدا جوه النفس البشرية، بين الخوف والحزن والبحث عن الإنسانية. كل مشهد وكل لحظة فيه بتحرك قلبك بطريقة نادرة وتخليك تحب القصة أكتر وأكتر وتتعلق بيها. وده اللي بيخليه فعلا ممكن يكون فيلم السنة. السنة دي نزلت أفلام كتير حلوة إلا إن الفيلم ده كان مختلف بطريقة ما، والسينما هنا قدرت تلمسنا بطريقة جميلة جدا وتسيب أثر طويل بعد ما يخلص الفيلم، أثر بيفضل معانا ومش بعيد إنك كمان تشوف الفيلم تاني. أنا عن نفسي حبيت الفيلم جدا وحبيت طريقة السرد والتفاصيل وكل حاجة فيه، وفي ناس كتير قوي قالت إن هو أحسن فيلم اتعمل للرواية. ودي كانت نهايه الفيديو، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو وصلت لحد هنا فشكرا ليك بجد. ما تنسوش تعملوا لايك الفيديو وسبسكرايب للقناه وقولوا لي رايكم في الكومنتات، واشوفكم في فيديوهات جديده ان شاء الله. وبس كده، سلام.